إنك أيها المؤمن لو تفكرت وأنت تقف بين يدي الله كل يوم فتفتتح صلاتك بقولك الحمد لله رب العالمين، على أي شيء تحمده، على أي شيء تشكره، على أي شيء تثني عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن أيها الأحباب حمدنا لله يحتاج إلى حمد آخر، وعجيب أن يخلقك لعبادته ومن عبادته حمده ثم يثني عليك إذا قمت بالحمد. إنه الكرم، كرم الله جل وعلا. ولذلك سورة الحمد، وتسمى سورة الحمد أعظم سورة في القرآن، لأن العبد يقف بين يدي الله ليحمده ثم يمجده ثم يثني عليه ثم يسأله الطريق الموصل إليه، الطريق المستقيم. وفي كل لقاء مع الله لا يصح هذا اللقاء حتى تحمده وتثني عليه وتمجده ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. عندما رفع الحبيب من صلاته يوما وقال سمع الله لمن حمده، سمع صحابيا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحبيب بعد فراغه من الصلاة من قائلها؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني رأيت 30 ملك أي نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. من عظم هذا الحمد الذي عبأ الحامد السماوات والفضاءات وكل مكان. والعجيب أن الكون كله يحمد، العجيب أن بعض الخلق لا يحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.